لو جيت بصيت معايا هندسه على الكاميرا اللي قدامي بالشكل ده، انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج اطبع الكاميرا اللي قدامي. فكنا بنعمل ايه يا هندسه؟ بنروح على اللاي اوت وباجي اعمل فيو بورت. مثلا تعالى نقول ان الفيو بورت ده مش موجود، هقول له في اي اي دبليو، هتلاقي فيو بورتس. تمام، من فيو بورتس هتيجي تقول له اوكي، وتعالى نرسم كده ويندو بالشكل ده. الويند دي لو جيت ضغطت هنا دبل كليك جواها، وبعد كده بالسكرول زوم اوت وان على الكاميرا بتاعتي، احنا مثلا عايزين نطبع الكاميرا دي بالسكيل اللي هو 1 ل 25. فهاجي من هنا اقول له 1 ل 25، هتلاقي كده عمل زوم على الكاميرا دي. بس لو لاحظت معايا ان الكاميرا دي اكبر من الفيو بورت بتاعي، فبالتالي لو جيت طبعتها مش هتظهر كامله على اللوحه بتاعتي. فانا محتاج دلوقتي ان انا اتعامل مع النقطه دي بحيث ان انا اقدر اطبع الكاميرا بتاعتي كامله في نفس اللوحه. فده اللي هنشوفه دلوقتي، يلا بينا. لو جيت رجعت هنا يا هندسه، تمام، انا الامر اللي انا هستخدمه امر اسمه كليب، بحيث ان انا اقدر اقسم الكاميرا دي لنصين، بحيث ان انا في الفيو بورد تبقى نص ظاهر معايا والنص التاني برضو موجود معايا. فهنعمل ده ازاي؟ لو جيت هنا يا هندسه بامر اسمه كليب، سي ال اي بي، تمام، اول امر اقول له انتر. لو جيت كده علمت على الكاميرا دي مش هيعمل اي حاجه. ليه؟ لان قبل ما اعمل امر كليب ده لازم بيختار الحاجه اللي هي معمول لها بلوك. فانا محتاج اجي هنا على الكاميرا دي واقول له بلوك. بس تعالى كده ننزل المين تيبل بتاعي. لو لاحظت معايا ان الكاميرا دي فيها من المارك 1 لحد المارك رقم 8. تمام جدا. طب لو انا جيت يا هندسه قلت له امر بلوك بي انتر، تمام، هقول له مثلا اي كان الاسم بتاعي واقول له كونتينيو. تعالى كده اختار بس الكاميرا بتاعتي واقول له بي انتر، واقول له كده تعالى نسمي اي اسم. اوكي، تمام، كده عمل لي بلوك للكاميرا بتاعتي. لو جيت نزلت المين تيبل معايا هنا، بص كده يا هندسه هتلاقي ان كل الحديد هو دلوقتي مش شايف اي حديد. ليه؟ لان انا اوريدي عملت هنا بلوك للكاميرا دي، فبالتالي البرنامج مش حاسس باي حديد موجود على التمبلت اللي قدامي. طب لو جيت هنا هندسه كده قلت له اكسبلود، وبعد كده جيت قلت له مين تيبل اول، ونزلت الحديد بتاعي، كل حاجه رجعت. خلي بالك بقى من النقطه دي، لان انت لو عملت بلوك وبعد كده طلعت البي بي اس بتاعك، فبالتالي هتلاقي ان في كميات حديد مش موجوده معاك في البي بي اس بتاعك. تمام، تعالى بقى نعمل امر بلوك عادي، اقول له اوكي. تعالى نروح على امر كليب اللي هو موضوع الكلام بتاعنا دلوقتي، اقول له سي ال اي بي انتر، واجي مثلا اختار البلوك بتاعي دوت. هتلاقي ان هنا بص كده فتح لك الاوبشنز الموجوده تحت دي، بيقول لك في حاجه مهمه جدا اسمها نيو باوندري، هختارها. بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها تانية ريكتانجولار، هضغط عليها، وهاجي عايز اقص الكاميرا بتاعتي دي لنصين بحيث ان انا اقدر اطبعها. تمام، فهنيجي مثلا من مكان محدد نبقى عارفينه. مثلا شايف المارك دوت او الديسكريبشن ده، هاجي مثلا من هنا كده وهاجي هسحب مثلا لحد هنا كده. تمام، هتلاقي كده قص لك الكاميرا بتاعتي على الريكتانجولار اللي انا عملته ده. طيب انا محتاج في حاجات مش ظاهره معايا، اجي اعلم عليه واسحب كده من هنا لفوق. هتلاقي كده ان في الحاجات اللي مش ظاهره بقت موجوده معايا. حاجه كمان، انت ممكن تسحب ده كده شمال يمين زي ما انت عاوز بالظبط. تمام، تمام، فخلاص انا من هنا كده رحت قاصص من الشكل ده. كل اللي انا محتاجه ان انا هاخد كوبي كده من الشغل اللي انا عملته ده، هنزل بيه تحت مثلا. تمام، وبعد كده هاجي على فوق مثلا واضغط عليها. لو ضغطت عليه هتلاقي في سهم ظاهر معاك هنا كده. السهم ده لو ضغطت عليه كده هندسه، هتلاقي ان هو عمل لك كده فليب، قلب لك الكاميرا بتاعتك الناحيه الثانيه. فبالتالي خلاص الجزء اللي على الشمال موجود فوق، والجزء الثاني اللي هو على اليمين من الكاميرا موجود تحت. طيب انا دلوقتي هل انا اكتفيت كده؟ انا ممكن اروح اطبع، هتظهر معايا بالسكيل الواحد ل 25، مفيش اي مشكله. بس انا عايز اقول له مكان القطع فين بالظبط. فهاجي كده حاجه اسمها ماتش لاين، اللي هو ده كده، كوبي ايا كان. يعني انت ممكن تعمل مثلا ريكتانجلر بالشكل ده وتكتب جواه باي تكست ماتش لاين نمبر 1، وتيجي مثلا هنا تنزله كده في المكان ده. تمام، بحيث تعرف ان ده المكان القطع بتاعي اللي انا قطعت فيه. تمام، اللي هو الجزئيه دي. وبنفس الكونسبت هاجي اخد دوت كده كوبي، انزل بيه، تمام، لحد الجزء الثاني اللي انا برضو قطعت فيه هندسه بالشكل ده. ممكن بس اجي ديت كده اقول له موف لجوه بالشكل ده. خلاص يبقى انا كده هندسه عارف المكان القطع اللي انا قطعت فيه فين بالظبط. خلاص، فبالتالي تعالى نطبع بقى الكلام ده بالسكيل بتاعنا اللي هو الواحد ل 25. هاجي على اللاي اوت، ومن هنا في الفيو بورت بتاعي دبل كليك، وهروح كده اسحب دي واقول له السكيل بتاعي 1 ل 25. هو متظبط اوريدي، تمام جدا. خلاص ممكن اجي هنا دبل كليك اطلعها دي كده فوق شويه مثلا. تمام، ممكن اظبط الفيو بورت ده بشكل اكبر مثلا على الحدود دي.
ما عنديش اي مشكله. تمام. وتعالى نطلع ده كده فوق شويه كمان، واخد من ده كده كوبي. تعالى ننزل بيه تحت هنا. تمام. دبل كليك هنا، تعالى زوم اوت، نروح على باقي الكاميرا، اقول له السكيل بتاعي 1:25. تمام. هتلاقي ان هو كده الكاميرا بتاعتي بقت واضحه معايا بالشكل ده بالسكيل بتاعي. ممكن دي مثلا تيجي تسحبها كده شمال، تظبط الفيو بورت بتاعك دوت كده. تمام. نفس الكلام دي ممكن تيجي تسحبها كده، ولو عندك كاميرا تاني بقى ممكن تيجي تنزله في فيو بورتس جديده بالشكل اللي قدامك ده. تمام. تعالى كده اقول له كنترول بي، وتعالى نقول له بريفيو. هتلاقي هندسه كده ان الايه الكاميرا بتاعتك ده الماتش لاين، ان انا كده قاطع فين، قاطع في الجزء ده، وهتلاقي الماتش لاين هنا ده باقي الكاميرا. فهتلاقي مثلا دي 19 التكمله بتاعتها من اول هنا كده وانت ماشي، ال 19 مثلا، ودي 8 في 150 هنا برضو ال 19 وال 8 في 150. فخلاص كده هندسه انت عملت ماتش لاين، قطعت الكاميرا جزئين بنفس السكيل بتاعك اللي هو 1:25. خلي بالك دوت نفس الكونسبت بتاعك هندسه، ممكن تستخدمه لو انت عندك بلان كبير. ممكن تيجي بامر كليب وتقسمه نصين وتظبطه بالسكيل بتاعك اللي انت عايز تطبع عليه. حاجه مهمه كمان، ممكن تلاقي مثلا ان الفيو بورتس ديت او حدود الكليب ديت ظاهره معاك في الطباعه. يعني لو جيت علمت عليها وغيرت اللاير بتاعتها، يعني هتلاقي ان الحاجات دي ظاهره مثلا معاك في الطباعه. او جيت هنا مثلا على الفيو بورت ده وغيرت اللاير بتاعته، تمام، وقلت له مثلا كنترول بي بريفيو، هتلاقيها ظهرت معاك هنا كده في الطباعه. طيب عشان تخفيها بتروح تعمل مثلا لاير جديده، او هتلاقي عندك لاير اسمها بي 0. البي 0 دي لو فتحت كده اللايرز دي هتلاقي ان البرينتنج تمام معمول لها ميوت هنا كده اهي. فين البي 0؟ تعالى كده اضغط بي، هي دي. هتلاقي كده ان علامه البرينتر دي معمول عليها ميوت. لو ضغطت عليها مثلا كليك تاني هتلاقي في علامه حمراء كده ظهرت عليها، معنى كده ان اللاير دي اي حاجه فيها مش هتطبع. تمام. فتعالى كده ننزلها تاني اهي اول واحده. تمام. قلت له كنترول بي بريفيو، هتلاقي ان الكلام ده اختفى معاك في الطباعه. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ازاي ان احنا مهما كان اي حاجه كبيره على مقاس اللوحه نعرف نعمل لها كليب، نقسمها نصين، وبالتالي نقدر نطبعها. خلاص تمام. بعد ما طبعت اللوحه بتاعتك هندسه ومحتاج تخرج البي بي اس بتاعك، خلاص ممكن تيجي هنا مثلا تقول له اكسبلود. خلاص هتلاقي ان خلاص ديت اتقسمت معاك نصين، رجعت تاني زي ما هي. وبعد كده لو جيت نزلت الجدول بتاعك هتلاقي ان الحديد بتاعك ظاهر كله، مفيش اي مشكله، تقدر تخرج البي بي اس بتاعك. كده هندسه احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. نشوفكم ان شاء الله تاني قريب. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.